السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين. النهارده اجيب لكم فيديو فيه عبارة فخمة جدا. العبارة دي لو حليتها يا اسطى ليك اشتراك وكومنتات على الفيديوهات كلها واحلى لايكات ليك لو حليت اللغز بتاع العبارة دي. النهارده اجيب لكم عبارة صعبة جدا وصعب اي حد يحلها غير لما يكون حد مجرب الكلام دوت. انت فاهم قصدي ازاي؟ لما يكون حد مجرب الكلام ده هيعرف اللغز بتاعها وهيحل العباره، وانا هدخل بنفسي هعمل له اشتراك في القناه واعمل له لايكات على الفيديوهات كلها واعمل له كومنتات على الفيديوهات كلها، وده وعد مني ليك. يلا بينا نبدا بالعباره بتاعتنا. اذا كنت بارع في فن الرد فكيف سترد على فتاة قالت لك انت لست جميلا؟ افهم بقى العباره دي مع نفسك واضربها في مخك هنا، وقول لي انت هتعمل ايه لو قالت لك البنت انت مش جميل بالعربي كده. لو بنت انت مرتبط بيها بقالك كام سنة معاها وبتمشوا وتخرجوا مع بعض كل يوم، وجت في يوم قالت لك انت يا اسطى مش جميل، بالعربي كده قالت لك انت مش جميل، فانت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ وعايز ردك في الكومنتات، هشوف ردك هيكون عليا ايه. ويا ريت يا جدعان متنسوش تعلقوا لي في الكومنتات، وعايز الرد بأسرع وقت. والكلام دوت تاني مرة هكرره لك، مش هيعرفه غير اللي عقله أكبر من سنه. ما تقوليش مثلا هجيب عيل يعرف، لا لا لا، الكلام ده طالع من واحد يعني، اللي هو أنا يا اسطى. أهم حاجة ما تنسوش تردوا عليا في الكومنتات وتقولوا لي إيه الحل بتاعها، وأنا لو حد قال الرد بتاعها صح هدخل أنا بنفسي أعمل له لايكات وأعمل له اشتراكات وأعمل له كومنتات. ويا اسطى أنا بشجعك مني ليك، وده وعد مني ليك لو حليت اللغز بتاع الكلمة دي هي معناها سطرين بس كلمة، اللغز بتاعها صعب ومش هيفهموا غير اللي مجرب الكلام ده. وما تنسوش يا جدعان تعملوا سبسكرايب في القناة وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.